احنا ليه عمرنا ما سألنا ليه الجزار بقاله آلاف السنين بيقطع القرمة خشب مع انه قدامه رخام ومعادن الدنيا كلها؟ ولما بنيجي نجيب قطاعة المطبخ ليه الخشب بتبقى أغلى واحدة؟ وعشان الأهمية التاريخية والسعر الغالي ده، النهارده هنتكلم عن الكاونتر الخشب. ليه أصلا كاونتر خشب؟ علشان الخشب كائن حي وبيدي إحساس طبيعي ودافي، وكمان في فرايتي كتير في ألوانه وأشكاله، فبيمشي مع أي ديكور، وكمان سهل التشكيل بس لو اتعمل له معالجة صح. خلينا نقسم الخشب لنوعين: خشب طبيعي وخشب صناعي. الخشب الطبيعي الاوثنتيك الارتستيك الغالي جدا اللي برضه محتاج فهم كويس قوي في اختياره، ترشيحاتنا فيها تكون للبيتش باين والارو، وطبعا لازم يتعمل له معالجه ويتحط له طبقه زي الايبوكسي عشان تبقى عازله وتحميه من الخدوش والرطوبه والحراره. ده بقى هنواجه فيه 3 مشاكل واحنا بنشتريه: مشكله لانه غالي جدا، اغلى كتير من الرخام، وهو مقاوم للخدش بس مفيش دهان ما بيتخدش، فاكيد مش هقطع عليه بالسكينه. وكمان ناخد بالنا من الحراره العاليه قوي، ونحط كوستر قبل ما نحط اي حاجه سخنه عليه. ولا ننصح اطلاقا انك تعمل الكاونتر الخشب بتاعك يكون زان، لانه مع الوقت بيتقوس وشكل العروق بتاعته مش احسن حاجه. نيجي بقى للخشب الصناعي، وده بقى معانا في البادجت. هنلاقي بقى اسامي كتير بتتقال في السوق زي الاتش بي ال، بي في سي، بوفيلاك، ايريلاك، ودول بقى عندهم درجات متفاوته للمقاومه من الميه والحراره والبقع. واكتر حاجه منتشره فيهم وسعرها معقول هي الاتش بي ال، بس لازم تاخد معاك حد بيفهم في الخشب وانت بتشتريه، عشان في ناس بتبيع حاجات تانية وبتقول عليها اتش بي ال. وفي الاخر زي ما الانسان من قديم الازل كان بيستخدم القرمه الخشب، احنا كمان ممكن نستخدم الخشب في مطابخنا، بس ناخد بالنا من اختياره وعزله وتركيبه وتنظيفه.